السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي على قناة بسمة. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمنى انه نلقاكم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم الغديوة ديالي، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتلاحظوا معايا اليوم حضرت طويجين ديال اللحم بالبصلة والزبيب. صراحة طويجين رائع جدا مغربي بطبيعة الحال، معروف عند جميع الاسر المغربية. كنتمنى انه يعجبكم، وما تنساوش البنات الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وخليوا لي تعليق، اشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، وفعلوا الجرس بيوصلكم اي جديد. خليكم معايا حتى لاخر فيديو. عندي هنا في المقادير البنات نصف كيلو ديال اللحم البقري. عندي هنايا 3 البصلات اللي قطعتهم على هذا الشكل، 2 الفصوص ديال الثوم. عندي هنايا القليل من المعدنوس، العنب المجفف او الزبيب. وبالنسبه للعطريه البنات عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال القرفه، قليل من الملح. وعندي هنايا نصف معلقه صغيره ديال الابزار. وعندي هنايا ضامه ديال بنه الزعفران وزيت الزيتون طبيعه الحال. اذا بسم الله على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا معايا البنات فانا ديجا وضعت الطويجين ديالي هنا على نار مهيله تيسخن كما كتعرفوا، حيت تيشد شويه الوقت باش كيسخن لينا. وضعت فيه نصف الكميه ديال البصل من التحت، وضعت اللحم ديالي. ومن بعد البنات غادا نضيف توابل اللي هي الملح، البزار، خرقوم، سكينجبير والقرفه. وغنضيف لهم ضابط زعفران كيف ما كتلاحظوا معايا. فانا دائما كنضيف هاد الضامه البنات لحقاش كتعطي واحد اللذه زوينه. وغادا نضيف القليل من الماء. كيف ما لاحظتوا معايا البنات فانا ما درتش الزيت حتى التالي غادا نديرو. من بعد البنات غادا نضيف لهم 2 الفصوص ديال الثوم، وغادا نضيف المعدنوس، وغادا نخلطهم شي شويه ونغطي عليهم ونخليهم حتى كيتقلاو مزيان، ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم. من بعد البنات مدازت 10 ديال الدقائق. وضعت البصله المتبقيه من الفوق كيف ما كتلاحظوا معايا. ومن بعد غادا ندير الزبيب او العنب المجفف اللي بطبيعه الحال غسلته مزيان. وفي التالي البنات عاد غادا ندير زيت الزيتون ونغطي على الطويجين ديالي، نديرو على عافيه مهيله ونخليه يطيب على خاطرو تقريبا مده ديال ساعه ونص. ومن بعد ان شاء الله غادا نرجع معكم البنات. ومن طبيعة الحال البنات بما ان الطويجين ديالنا ما فيش الخضر فضروري نرافقوه ببعض السلطات المغربيه اللي فيها الخضره. غادا نشارك معكم بعض السلطات اللي بسيطه جدا وسهله بطبيعه الحال كلشي كيعرفها. خليكم معايا باش نوجدوا السلطه اللي غيرافقوا بها الطويجين. اذا عندي هنا البنات خياره وحده اللي قطعتها قطع صغيره كيف ما كتشوفوا معايا. عندي 2 ديال المطيشات، وعندي هنايا الخس، جزرة وحده محكوكه، فلفله اللي ديجا شويتها وقطعتها قطع صغيره، وعندي هنايا بصله مشلضه. هنا البنات عندي زيت زيتون خلطته مع الخل والقليل من الملح والقليل من الابزار. وبطبيعه الحال البنات الا بغيتوا تقطعوا قطع كبيره يعني لكم اختيار، انا فضلت اني نقطع السلطه قطع صغيورين. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا بالمساعده ديال الابن ديالي هو اللي خلط هاد السلطه.
غادا نخلط الكل وغادا نزيد ليهم زيت الزيتون والخل والملح والابزار، غنخلط جيدا. وهذه هي السلطه ديالنا البنات. بالنسبه للسلطه الثانيه البنات، فعندي هنايا الباربه اللي ديجا سلقتها وقطعتها قطع صغيره كيف ما قطعتوا معايا. غادا نضيف ليها المعدنوس، وغادا نضيف زيت الزيتون والخل، قليل من الملح وقليل من الابزار والقليل من الكمون، وغادا نخلط الكل جيدا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديال البنات. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كذلك شاركت معكم سلطات بسيطه جدا، كنتمنى انها تعجبكم وتقبلوا عليا. الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه. ما تنساوش البنات انكم تدعموا القناه، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وخلوا لي تعليق. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه وعلى دعمكم المتواصل. السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.